يا مساء الفل والياسمين على اجمل متابعين. انا فرحانه بحضوركم معايا في قناتي، والله دي حاجه مفرحاني بجد. والتعليقات الجميله اللي بتجيلي منكم، ربنا يا رب يقعدلكم في ميزان حسناتكم، وكل واحده بتتمنى امنيه يا رب يحققها لها باذن الله. النهارده بقى هنبدا مع بعض. انا جايبه قرنبيط النهارده، وهعمل احلى صينيه قرنبيط بالبشاميل، حاجه كده خيال. وباذن الله الطريقه بتاعتي هتعجبكم. بس لو انت هتعملي صينيه محترمه، بلاش تجيب قرنبيطه صغيره لاني هتتهدر معاكي. علشان كده كده احنا العروق اللي فوق دي كلها بتطلع، وبناخد بس هي الورده اللي هي اللي على الوش ديت، ما بناخدش طبعا العروق. فتجيبي 2 وسط او تجيبي واحده كبيره عشان تعملي احلى صينيه قرنبيط فاخر من الاخر كده، حاجه كده تجنن. وباذن الله هتعجبكم. هقول لكم بقى دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. انا جبت حله وحطيت فيها الميه طبعا زي ما انتم شايفين كده، وحطيت ملح وحطيت كمون. هتغلي وهنسلق القرنبيط بتاعنا 3/4 سوا، مش هنسلقه جامد، لان في طريقه جميله قوي هنعملها مع بعض هتخلي لك القرنبيط دوت في حته تانية خالص. هتطلع صينيه قرنبيط تحفه، وهتدوقيها وان شاء الله تعلقيلي وتكتبيلي في التعليقات لو نفذتيها الطعم ايه وطلعت معاكي ايه. وهنا بقى حله تاني حاطه فيها برضو الملح بس، لاني مطلوب مني النهارده من ولادي اللي عايز ياكل قرنبيط واللي عايز ياكل مكرونه بشاميل، فاحنا بقى بالمره هنعمل الاتنين مع بعض. وبكده بقى هعصج اللحمه. هقول لكم بقى على طريقه بصراحه انا بعملها. انا ببشر بصلتين، دول بصلتين، وحط عليهم كيلو الا ربع لحمه، لاني طبعا انا هعمل البشاميل، صينيه البشاميل بالمكرونه وصينيه القرنبيط بالبشاميل، فجبت كيلو الا ربع لحمه. ضفت عليهم بس نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر وربع معلقه بهارات. ماشي. انا بعمل ايه؟ بمسك اللحمه بالبصل بالبهارات بدعكهم في بعض. طبعا اللحمه كده كده فيها ماده دهنيه، يا دوبك بس هحط لها نص معلقه سمنه واشوحها على البوتاجاز. اما ما بحطش بصراحه البصله بتاعتي الاول وارمي عليها اللحمه، لا، ادعكي لحمتك ببصلك، تبليها وبهاريها، وبعد كده خديها على البوتاجاز. الطريقه دي جميله جدا بجد وهتعجبك. وبكده يا حبايبي خدت الحله بتاعتي باللحمه بالبصل بالبهارات، وهديها تشويحتين كده على النار بحيث ان هي تنزل الدهون اللي فيها، لان كده كده الجزار لازم يفرم فيها دهون. وهضيف بعديها نص معلقه سمنه، مش هكتر، وهقول لكم احط معاها ايه. وبكده يا حبايبي خلاص اللحمه بتاعتي اتعصجت اهي زي ما انتم شايفين اهو. هضيف لها بقى ايه؟ جزريه مبشوره، بتدي طعم برضه، بتدي شكل جميل قوي للحمه. معايا قرنين من الفلفل حار على بارد حسب رغبتك. كده خلاص خلصنا تعصيج اللحمه بتاعتنا، ريحتها تحفه. بهاري لحمتك زي ما قلت لك في البصله والفلفل الاسمر والتوابل، اي نوع توابل عندك. انزلي بيهم بقى كده على البوتاجاز وشوحي، وحطي لها معلقه نص معلقه سمنه او معلقه حسب برضو رغبتك. بس خلاص خلصت معانا. نزلت بقى بالجزر ونزلنا بالفلفل. تمام كده خلصنا من تاني حاجه تاني عايزه اقولك عليها. لو انت حابه تحطي لها طماطم حطي واحده او اتنين مش اكتر، مش حابه اعملها بالطريقه دي. طريقه جميله وسهله، بص منظرها حتى يفتح النفس. كده بقى هعمل معاكم طريقه البشاميل بتاعتي اللي انا بعملها. انا بصراحه ما بحمرش دقيق في السمنه، لا، انا بعمل كله على البارد. انا دلوقتي معايا كيلو ونص من اللبن. تمام. الكيلو معروف بيتحط عليه 6 معالق دقيق، انا هحط 9، وهحط معلقتين سمنه حلوين. ويلا صل على سيدنا محمد. هظبط ملحي وندعه صغيره من الفلفل الاسمر، ولا بحط بيض ولا بحط اي حاجه من دي. وعلى البارد كده هقلب كله ببعضه، وهوريكم برضو الطريقه وانا بعملها. بس انا دلوقتي هحط دي لاني انا زي ما بقول لكم انا عندي الستاند وكل حاجه، بس بنتي بصراحه اللي بتظبطه، انا بقى شغاله لوحدي، فعشان كده انا مش هعرف اوريكم الطريقه وانا بعملها. بس انا بقول لكم على المكونات اللي انا بحطها.
اهو كده حبايب قلبي، حطيت كل المكونات بتاعتي، دقيقي وسمنتي وملحي والفلفل الاسمر، وهنزل بقى بالمضرب كده. هفضل اقلب، مش هوقف ايدي خالص لغايه لما يبتدي يتقل معايا. المضرب اسهل لك، مش هيعمل معاكي اي تكتلات. هستمر انا كده بقى في التقليب. انا هقفل الفيديو دلوقتي عشان مطولش عليكم، وبعد ما اخلص هرجع واوريكم المنظر النهائي بتاعه. وكده حبايبي اهو البشاميل بتاعي تقل خلاص اهو، بقى جميل. الطريقه دي حلوه قوي وسهله اهو. بصوا مفيش اي تكتلات خالص، طول ما المضرب شغال كده عمره ما هيتقل معاكي ولا هيعمل اللي هو العجين يعني اللي بيلزق في بعضه دوت. خلاص انا كده هقفل عليه خلاص، وهقول لكم بقى على التكه الجميله اللي انا هعملها في القرنبيط بعد ما اتسلق. كده خلاص سلقت القرنبيط بتاعي اهوت، وقطعته زي ما انتم شايفين اهو. خدت الورد بس بتاعه، وهوريكم بقى هعمل ايه في الخطوه التانية. بصوا بقى، انا الحله اللي انا سلقت فيها القرنبيط شطفتها، نزلت فيها بمعلقه سمنه كبيره تمام، تسيح بس معايا، وهوريكم هعمل ايه. دي بقى التكه الجميله لصينيه القرنبيط، عشان ما تحسيش ان انت بتاكلي القرنبيط مسلوق. هقول لك هنعمل ايه مع بعض. بص حبيبه قلبي، خلاص انا نزلت بالقرنبيط بتاعه اهو، وابتديت ان انا اشوحه في السمنه، تديله تشويحه كده جميله بمعلقه سمنه حلوه. على فكره السمنه ديت انا عاملاها في البيت، هطلع لكم وهقول لكم عملتها ازاي. والله العظيم كانت سمنه نباتي اللي هي كريستالي، قلبتها سمنه بلدي، مخليالي طعم الاكل تحفه تحفه. طريقه سهله وجميله، وباذن الله هعملها معاكم اهو. افضل اديله تشويحه كده. لو انت عايزه تبهريه برده بندعه فلفل اسمر حطي حسب رغبتك. تفضلي بقى قلبي كده كده اهو. هي دي التكه الجميله لصينيه القرنبيط، لانك انت بتحطيه كأنك بتاكلي قرنبيط مسلوق، لا، تبليه كده في السمنه وقلبيه تقلبتين تلاتة كده تشويح. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه باذن الله. الطريقه ديت هتعجبكم والله لو انتوا تبعتوها. بصوا بقى، بصوا اللمعه الجميله كده بشوحها اهو. خلاص بس 10 دقايق بس بتشوحيه كده وتقومي قافله عليه. بص اللمعه، لمعه تحفه وطعم احلى وريحه اجمل. هنا بقى اللي على الوش دوت كان عندي قشطه، حطيتها برضه على البشاميل عشان يطعم لي البشاميل وطعم لي المكرونه وصينيه القرنبيط التحفه الجميله الخيال، والله خيال. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا جبت الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها صينيه القرنبيط، دهنتها سمنه ونزلت كده بمغرفتين من البشاميل اللي انا عاملاه، وهنزل باول طبقه من القرنبيط بتاعنا تمام. كده خلاص حطيت اول طبقه على البشاميل. ليه بقى انا حطيت البشاميل في قاع الصينيه؟ عشان القرنبيط يشرب منه ويطلع طعمه كده خيال. كده حطيت طبقه اللحمه اهوت على القرنبيط اللي هو اول طبقه حطيناها، وادي بقى طبقه اللحمه احط الطبقه التانية. كده خلاص حطينا الطبقه التانية، هنزل بقى بطبقه البشاميل الاخيره. كده بقى حطيت طبقه البشاميل، خلاص اجهز بقى صينيه المكرونه البشاميل. هو ناقص معاها المكرونه على السليق، وبعد كده ندخلها الفرن ونطلعها ونشوف احلى صينيه قرنبيط واحلى صينيه مكرونه بشاميل. حاجه كده فاخر من الاخر حبايبي. لو انتوا بقى حابين تدلعوا صينيه القرنبيط، عايزه تحطي لها جبنه حطي لها، عايزه تحطي اي حاجه كده من على الوش حطي اي نوع جبنه عندك، رومي بقى شيدر اي حاجه لو انت حابه تدلعيها، بس هي كده تحفه. بس انا هحط لها معلقه قشطه من على الوش. كده حبايبي بقى بسلق المكرونه خلاص، هي قربت تستوي. احنا ما بنسواهاش قوي طبعا، بنسويها 3/4 سوا لان هي بتكمل سواها في الفرن. لو وصلتوا لغايه كده بقى ايه رايكم؟ لايك حلو بقى منكم لو عجبكم الفيديو لغايه
موقفنا على المكرونه البشاميل. حبايبي ربنا يسعدكم يا رب، وبحيي كل اللي معايا على القناه. ربنا يبارك فيكم حبايبي ويبارك في عمركم يا رب العالمين. خلاص المكرونه بتاعتنا اتصفت اهيت، وحطيتها في حله ونزلت عليها اربعه من المغارف البشاميل عليها، وهقلبها بقى وهوريكم هعمل ايه. كده دهنا الصينيه بتاعتنا سمنه، ونزلت باول طبقه بالمكرونه بعد ما تبلتها في البشاميل. قلبت المكرونه بتاعتي كلها في البشاميل. تمام. انا بحط على اول طبقه نص معلقه سمنه كده على الوش، واقوم حاطه اللحمه. حطينا اللحمه اهوت وفردناها على اول طبقه. ننزل بقى بالطبقه التانية. فردنا المكرونه خلاص، خلصنا كده. نبدا بقى نحط البشاميل بتاعنا الجميل. وكده حبايب قلبي خلاص قفلت صينيه المكرونه. حطيت على الوش قشطه زي ما انتم شايفين كده، وحطيت سمنه، وابدا بقى ادخلها الفرن هي والصينيه العسل. وكده خلاص قفلنا برضو صينيه القرنبيط القمر ديت. خيال، حاجه خيال، على رأي احمد عادل كروان السيد. يا رب يعجبكم بقى النهارده الفيديو، ونشوف بقى في نهايه الفيديو لما نطلعهم من الفرن مع بعض. وبكده حبايب قلبي خلاص خلصنا صينيه القرنبيط بتاعتنا الجميله، اللي فعلا طلعت خيال. وريحتها وطعمها مش قادره اقول لكم على ريحتها، فايحه في العماره كلها والله العظيم. وادي المكرونه البشاميل بتاعتنا اهي. الحمد لله، بامانه طلعت تجنن. يعني انا ما كنتش متخيله بصراحه الطعم دوت. جربيها وباذن الله هتعجبك. يلا يا رورو انزلي هاتي قرنبيطه بقى زي ما نزلت كده، جبت الكرنبايه وعملت نفس الخطوات بتاعه الكرنب، وطلع معاكي ايه؟ حاجه تجنن صح؟ جربي بقى الطريقه دي وباذن الله هتعجبك يا رورو يا عسل. وبكده حبايبي بقى لو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. باي باي.